بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير وسعادة. معكم خالد محمد مصطفى الشريف. النهاردة في لقاء. احنا يعني تعبنا المستشارة حنان العزب من المنصورة والسفر، فيعني لبت الدعوة لحضور حفل افتتاح الحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام لمحاربة الإرهاب والفساد وتغيير الأفكار المتطرفة والمشاهرة كما ذكرنا في البداية. هندي بس المايك كده للمستشارة حنان العزب تدير اللقاء وتعرف عن نفسها، وهي عندها أسئلة هتسألها للسيد المستشار. المستشار الإعلامي والسياسي أخونا الكبير المستشار خميس إسماعيل. ده شيء نموذج مشرف عندنا وليه بصمة كبيرة سواء في الوجه البحري أو في الصعيد. اتفضلي يا مستشارة، معلش وديري اللقاء حضرتك، لأن اللقاء كده إيه يخص كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك النعمة ولك الفضل ولك المجد والعلا في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين والصحب الكرام والتابعين والأنبياء والمرسلين، صلاة تباركنا بها حضور هذا الاحتفال أو الافتتاح المبارك للحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام لمحاربة الإرهاب والفساد والأفكار المتطرفة معالجة الأفكار المتطرفة. جيد سيادة المستشار، بداية أحب أتعرف على سيادة المستشار. بسم الله الرحمن الرحيم. خميس إسماعيل، خادم تراب الوطن، الله، مؤسس ورئيس الحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام ومحاربة الفساد والإرهاب ومعالجة الفكر المتطرف. جيد. حضرتك احنا النهاردة بنفتتح المقر رقم 48 بجمهورية مصر العربية، لأن احنا أنشأنا الحملة عام 2019. جميل. ومقرها الرئيسي الطلبية بمحافظة الجيزة. سيادة المستشار المسؤول عن تلك الحملة. طبعا هناك متابعة تقريبا طبعا ومباشرة كل جميع محافظات مصر بنتحرك ليل ونهار. إذن بالمحافظة وكافة بكل المحافظات من أسوان حتى السلوم. اللهم بارك. احنا بنقول لحضرتك 48 مقر. محافظة الدقهلية عندك في 7 مقرات. عندنا في المنصورة بداية من ميدان مشعل. يبارك الله ويزيد من فضله يحفظنا.